ومين تا السير وزير المغاربه اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها؟ علاش دوك الخطباء تتبعوهم ال 5% وصفتهم بالمشوشات والمرضى؟ قلتي شنو راك كتعطي الخطباء 400 درهم في الشهر؟ انا راه زدتها خليتها 1200 درهم وتخلقوا عليا الفقهاء والخطباء. السي حمزه وراه غير 400 درهم، ماشي 2000 درهم، ماشي 1100 درهم، ويا ريت كانت 1100 درهم. الله المستعان. اشراف الامه يا اخي 400 درهم. الطنز والاستهزاء والاستهانه، ورغم ذلك لقيتهم في جنبك، ورغم ذلك لقيتهم الصابرين. دستور المملكه المغربيه الذي يقول ان الدوله اسلاميه، واش نسيتي وانت كتقول له راه نحن علمانيون؟ وفين هي مؤسسه اماره المؤمنين الذي تريد مجموعه من الجهات الفرنسيه وغيرها من الحداثيين والعلمانيين والملاحده اسقاط اماره المؤمنين، والذي دورك انت ان تدافع عنها من خلال هذه مؤسسه وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها. واش هذا الادعاء حقيقي؟ واش هذا الادعاء يوافق القانون؟ واش هذا الادعاء يوافق الشريعه؟ واش هذا الادعاء قاله ابو الحسن الاشعري؟ واش هذا الادعاء قاله امام مالك بن انس؟ واش هذا الاشهاد وهذا الكلام اللي بغى يدير شي حاجه يديرها نص عليه ابو القاسم الجنيد؟ اللي كاين في الزياره الاخيره ديال الرئيس ماكرون كان عندي لقاء مع السيد وزير الداخليه لم يعلن عنه في الاعلام، وتناقشنا على عدد ديال الامور وهما مقتنعين، ولكن راه هما في سياق داخلي معقد، مقتنعين ان الاسلام معتدل المغرب كذا كذا في صالح الجميع. وقال لي من جمله ما قال لي العلمانيه كتصدمكم. قلت له لا. قال لك كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت لي لان نحن علمانيون. قال لي كيفاش؟ قلت لي ما عندناش النصوص ديال 1905، ولكن اللي بغى شي حاجه عندنا كيديرها، لان لا اكراه في الدين. بقى حلف. المهم قال لي راه صيفط لي رساله اتصلت بها اليوم اننا باش نتلاقاو ونعاودوا نستمروا. الظروف ماشي سهله، كنقول لهم حنا معكم لاننا حنا مع الاعتدال وحنا مع يعني الحريه وحنا مع، ولكن راه ظروفهم حتى هما ماشي سهله. شكرا. الله المستعان. ماشي غير الوزير الفرنسي بوحدو اللي مصدوم، حتى انا مصدوم. وماشي انا اللي مصدوم بوحدي، حتى مجموعه من الفقهاء والخطباء والائمه الشرفاء، مجموعه كثيره منهم مصدومين بزاف. عرفتي علاش السي الوزير؟ لان هذا التصريح هذا حطمتي به واحد المعاني كبيره ديال التحدي وديال الصبر وديال المصابره طيله الحكم ديالك في هذه الوزاره هذه اللي هي اكثر من 23 سنه. تكريس المذهب في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك. هذا خالف الاشاعره جري عليه، هذا خالف المذهب المالكي وقفوه، هذا خالف المتصوفه وقفوه جري عليه، هذا تكلم في هذه المساله هذه وقفوه، هذه الجمعيه هذه خالفت المتصوفه سدها، الدار القران هذه لم تحترم المذهب المالكي في هذا الفرع الذي قال به احد الساده المالكيه في القرن التاسع الهجري، سدلوا. حتى صارت الثوابت الوطنيه متجذره في قلوب من يوافقها ومن يخالفها طيلة هذه السنين، والمؤتمرات والمحاورات والجامعات والمذكرات والمقالات والندوات والعقد الاشعري وفقه مالك والمالكيه والساده المالكيه، وطبع هذا الكتاب وهذا الكتاب مهم وهذا الكتاب مهم وفرض هذه وجي عند التعليم العتيق وبداو ما عصرهم مزيان، لا خصكم ديروا هذه لا ما خصكم ديروا هذه، بحدوى القدة بالقدة. وفي الاخير تجي عند الذي قال ربك لك عنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولو أغرقت في غاية اتباع ملتهم لن يتبعوك ولن يرضوا عنك. تقول له احنا علمانيين. وهذا كثرة الحسرة والأسى أننا حسينا بأننا تقول بنا في ذاك الإحساس للأسف اللي خلانا نحاولوا ما امكن اننا نوجدوا مصوغات للمذهب الاشعري ونوجدوا مصوغات للتمسك بالمذهب المالكي. نقلبوا في كتب المتصوفه على التصوف الجميل رغم مخالفتنا لموضوع الزوايا والقبور وصناديقها المغدقه. جيتي انت ضربتي كلشي في الزيرو وكتقول لهم حنا المغاربه اللي كيبغي يدير شي حاجه كيديرها. ومين تا السير وزير المغاربه اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها؟ علاش دوك الخطباء تتبعوهم ال 5% وصفتهم بالمشوشات والمرضى؟ فين هي الحريه هنا؟ وانت كتكلم السي وزير مع هذا الوزير الفرنسي في جلسه مغلقه، علاش انت فتحتيها لينا؟ خلي داكشي بينك وبينه، وعلاش ما ناقشتيش معاه مادام فتحتيها؟ انك راك تعطي للخطباء، ما قلتيش له راك تعطي للخطباء 400 درهم في الشهر، انا راه زدتها خليتها 1200 درهم وتخلقوا عليا الفقهاء والخطباء. السي حمزه وراه غير 400 درهم، ماشي 2000 درهم، ماشي 1100 درهم، ويا ريت كانت 1100 درهم. الله المستعان. الله المستعان، والله الله المستعان. اشراف الامه يا اخي 400 درهم. الطنز والاستهزاء والاستهانه،
ورغم ذلك لقيتيهم في جنبك، ورغم ذلك لقيتيهم صابرين. 400 درهم يا أخي، 400 درهم، ثم تأتي تقول للوزير لا إكراه في الدين، وأنت تكرههم على البقاء وتهددهم بالإقصاء. و400 درهم هذه ما ناقشتيهاش معاه ضمن الحريات والتفتح، واننا وصلنا لواحد المستوى عالي. انت فين وصلتي بهذه الاداره هذه من جهه الموظفين؟ وانا قلتها واكررها واعيدها، هناك اشياء جميله في مؤسسات وزاره الاوقاف، ولكن هناك ظلم مجحف. ولكن اليوم بهذا التصريح انت وقعت في مجموعه من الخروقات القانونيه. دستور المملكه المغربيه، دستور المملكه المغربيه الذي يقول ان الدوله اسلاميه، واش نسيتي وانت كتقول له راه نحن علمانيون؟ وفينا هي مؤسسة إمارة المؤمنين الذي تريد مجموعة من الجهات الفرنسية وغيرها من الحدثيين والعلمانيين والملاحدة إسقاط إمارة المؤمنين، والذي دورك أنت أن تدافع عنها من خلال هذه مؤسسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هكذا ضرب صارخ في الدستور، هكذا وتقولها وتتقبل البرلمان. والبرلمان الناس ساكتين عادي، داز هادشي هذا عادي هذا الشيء هذا ما نتناقشوش عليه. راه الوحده الترابيه، راه مؤسسه اماره المؤمنين هي التي تشكل الحصين لهذه الامه المغربيه. اللي جا الوزير اللي هو سنوات هو جالس كيعلم مجموعه من الخطباء ان الخط الاحمر الذي ينبغي للمغاربه ان يفهموه وان يقدسوه هو هذه الثوابت المغربيه، هي اماره المؤمنين. اليوم بكل وضوح وبدون جمجمة يقول الوزير نحن علمانيون، والمغاربه اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها، اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها. واش هذا الادعاء حقيقي؟ واش هذا الادعاء يوافق القانون؟ واش هذا الادعاء يوافق الشريعه؟ واش هذا الادعاء قاله ابو الحسن الاشعري؟ واش هذا الادعاء قاله امام مالك بن انس؟ واش هذا الاشهاد وهذا الكلام اللي بغى يدير شي حاجه يديرها نص عليه ابو القاسم الجنيد؟ حسره في القلب والله العظيم، حسره في القلب. ماشي لو تصريح عابر، ولكن اصاحبي علاش عايشين الناس 23 سنه في الضغط والساكريفيس، ورفعتي لهم السكر ومزيرهم ومقابلهم وصرت لهم اللي يحضيهم بالليل وبالنهار باش ما يخالفوش الثوابت الوطنيه، وجيتي انت خالفتيها مباشره مع الوزير وبينك وبينه خرجتي كتقولها. وسبحان الله سبحان الله، من اسر سريره البسه الله رداءها، ومن عمل عملا ولو في صخره صماء اظهره الله عز وجل ولو بعد حين، خيرا كان او شرا. وأظهر هذا على لسانك غير مرغم. لا إكراه في الدين. لما لم تشرح للوزير أن لا إكراه في الدين لها إتمام وإكمال؟ كمل غير آية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. يا أخي وأنت مع الوزير الطاغوتي الذي منع الحجاب في فرنسا ويحارب المساجد ويحارب الأئمة، وهي الطاغوت الأكبر هذه العلمانية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكنك نسيت أن نهاية هذه الآية والله سميع عليم، سمعك الله وعلم ما في قلبك وأنطقك في البرلمان بهذا الكلام الخطير الذي لا يمثل المغاربة ولا يمثل السيادة المغربية ولا يمثل ثوابتنا الوطنية. والحمد لله نحن خلف أمير المؤمنين، لسنا نتبع وزيرا ولا نتبع مستشارا، وإنما نتبع المؤسسة الملكية التي هي منبثقة من إمارة المؤمنين، وسنحفظها عبر الزمان ومره ضمن هذه الثوابت الوطنية. لكن أنت بكل بساطة تقول لهذا العلماني المغاربة اللي كيبغي يدير شي حاجة كيديرها. ورحم الله الحسن الثاني، رحم الله الحسن الثاني عندما قال أمام الفرنسيين، ولكن الفرق مقامات والفرق ثبات والفرق عقيدة والفرق تصور والفرق توجه والفرق مبادئ، عندما قال لهم وهو يضع رجلا على رجل: إما أن تكون علماني وإما أن تكون مسلما والمغاربة مسلمون. هذا الحسن الثاني. وراه من حق الوزير الفرنسي تصدم، حيث راه صدمتيه هو وصدمتي كاع المغاربة، اللي هو الوزير عارف مزيان أن الأمة المغربية هي أمة إسلام، وإن ظهر فيها ما ظهر وإن وقع فيها ما وقع وإن سقط فيها من سقط، تبقى الأمة المغربية ذات طابع ديني إسلامي شرعي تحت إمارة المؤمنين، هذه المؤسسة التي تتحدى كل الأفكار الدخيلة، كانت علمانية أو حذاتية أو فيها إلحاد أو فيها يسار أو فيها أي نوع من أنواع الأفكار الدخيلة والمنحلة. التحدي كبير أيها الوزير، والأفكار الدخيلة تجهز لتدمير عقيدة المغاربة، والواجب عليك أن تحفظ هذه العقيدة. وإن أردت أن تحفظ هذه العقيدة وهذه الثوابت في ظل
اشتغال مجموعة من الجهات لتخريبها، سواء عن طريق الموسيقى الراب التي تدخل لهم الإلحاد والعلمانية في كثير من هذه الأغاني، أو سواء عن طريق الجمعيات الداخلية اللي خصك انت تتبعها تتبع دقيق بدل ما تتبع الخطباء اللي هي كتنشر الإلحاد وكتنشر العلمانة الحاقدة على الإسلام. وتزيد تأكد من الحفاظ على الثوابت الوطنية. وزائدون يا معالي الوزير، يجب عليك أن تقيم مجموعة من المؤسسات التي تقدم الإسلام بأحسن صورة، ونحن أمام تداعيات كأس العالم القادم. الله يحفظ من كأس العالم هذا، حملتوه ما لا يحتمل، توقع غيهرب وغيمشي بحاله. هاني ناض بغا يدير شي حاجة عاوج يسميها في كأس العالم. فيجب علينا أن نؤسس هذه اللجان ونرجعوا عند الخطباء اللي كنتبعوهم ونحضيوهم ونأطروهم ونتهلاو فيهم ونكرموهم ونوجدوهم لإبراز الإسلام الوسطي المعتدل في نفسه، وهذا هو الإسلام المغربي الحمد لله. نحن نختلف مع الأشاعرة، نحن نختلف مع المالكية في بعض الأمور، نحن نختلف مع المتصوفة في بعض الأمور، ولكننا نعيش ضمن هذه الوحدة في الثوابت. ولا ننكر أن المذهب المالكي مذهب أصيل، ولا ننكر أن المذهب التصوف مذهب في أصله مذهب قويم، ولا ننكر أن المذهب الأشعري هو ضمن مذاهب أهل السنة والجماعة، وإن اختلفنا في بعض المسائل المتعلقة في أصول النظر في الاعتقاد فيما يتعلق في الأسماء والصفات وغيرها من المسائل التي ليس هذا محل ذكرها وبسطها. هنا كنبينوا الناس الوحدة ديالنا، هنا كنبينوا الناس التراث ديالنا، هنا كنبينوا الناس المؤلفات ديالنا، هنا كنبينوا الناس قوة هذا المذهب المالكي في الحفاظ على ثوابت الأمة المغربية وفي الاعتصام حول إمارة المؤمنين ومؤسستها. هادشي اللي خصك انت توجد الان، ماشي لا اكراه فيك ديروا المغاربه كيديروا اللي بغاو. لا، سيدي المغاربه راه عندهم اخويا دوله وعندهم دستور وعندهم قانون الحمد لله، وعندهم رب العالمين فوق كل هذا، الله الوطن الملك. ديرها فوق راسك باش ما نبقاش ننساها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، ونسال الله عز وجل السلامه والعافيه.